عمرك فكرت ليه القطعه دي موجوده في كل الاجهزه اللي عندي في البيت؟ اللي في ايدي ده اسمه محول او ترانسفورمر. عرفنا في الفيديوهات اللي فاتت ان الكهرباء اللي بتجيلي في البيت بتكون 220 فولت، وكمان بيكون نوعها تيار متردد، وعرفنا ازاي بنحولها من تيار متردد لتيار مستمر. بس بعد ما حولناها عن طريق الديودات والمكثفات اكتشفنا ان هي لسه 220 فولت، وانا محتاج الكهرباء تبقى اقل من كده عشان اشغل بيها الاجهزه اللي عندي. ومن هنا بقى جت فايده المحول بستخدمه عشان اقلل الكهرباء من جهد عالي لجهد قليل، او ارفع الكهرباء من جهد قليل لجهد عالي. عشان نعرف ده بيحصل ازاي خلينا نفك المحول ونعرف هو بيشتغل ازاي. لو فكينا اي محول هنلاقي ان هو بيتكون من 3 اجزاء اساسيه. اول جزء عندي هنلاقي هو القلب الحديد، وهنعرف ده فايدته ايه كمان شويه، وده بيكون عباره عن شرايح معزوله من الحديد. بعد كده هنلاقي عندي الجزئين التانيين وهما الملف الابتدائي والملف الثانوي. لو المحول خافض للجهد بنلاقي عدد ملفات الملف الابتدائي اكبر من عدد ملفات الملف الثانوي. لو المحول رافع للجهد بنلاقي عدد ملفات الملف الابتدائي اقل من عدد ملفات الملف الثانوي. طب ازاي المحول ده بيشتغل؟ بوصل الكهرباء اللي جايه لي من الفيشه اللي هي ال 220 فولت على الملف الابتدائي، فبيتولد جوه الملف الابتدائي ده مجال كهرومغناطيسي. مجال الكهرومغناطيسي بتاع الملف الاولاني بيأثر على الملف الثاني بحاجه اسمها الحث الكهرومغناطيسي، فيتولد كهرباء جوه الملف الثانوي. القلب الحديد فايدته ان هو بيركز المجال الكهرومغناطيسي جوه الملف، فبالتالي بيقوي المجال الكهرومغناطيسي عشان يخلي الكفاءه بتاعه المحول اقصى ما يمكن. طبعا المحول عشان يشتغل بيحتاج يوصل على التيار المتردد، ده معناه ان انا هوصله قبل دايره التوحيد اللي اتكلمنا عليها في الفيديوهين اللي فاتوا. بس هتفضل عندي مشكله بعد ما اشغل المحول، ان الكهرباء لو زادت في الملف الابتدائي عن ال 220 فولت الكهرباء هتزيد في الملف الثانوي عن الكهرباء اللي انا محتاجها، والكهرباء لو قلت في الملف الابتدائي عن ال 220 فولت الكهرباء هتقل في الملف الثانوي عن الكهرباء اللي انا محتاجها. هنعرف هنحل المشكله دي ازاي في الفيديو اللي جاي، ولو تعرف هنستخدم ايه قول لنا في الكومنتات.